انتم دلوقتي بتسمعوا بودكاست النفسية محتاجة مع أحمد النجار. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده في النفسيه محتاجه عندنا حلقه مختلفه جدا، وضيفنا النهارده هو الدكتور سيد سليمان، استشاري القلب والاوعيه الدمويه. حاجه كده مختلفه تماما، لان النفسيه محتاجه قلب سليم. فعشان كده دكتور سيد النهارده هيكلمنا ازاي قلبك يبقى سليم وتقدر تحافظ عليه. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك يا استاذ احمد، اهلا بيك، اتشرفت بيك. طيب، عايز ابدا معاك الحلقه النهارده بشويه اسئله كده، معلش ممكن تبقى طفوليه شويه بس هي محتاجينها. هل القلب زي ما احنا ما بنرسمه كده، ده شكله اللي هو فكره ان الاطفال بترسمه بالطريقه دي؟ هل ده شكل القلب فعلا؟ وهل لونه احمر ولا دي خرافات؟ القلب اللي هو القلب هو ده حاجه تعبيريه رمزيه، لكن هو طبعا شكل القلب مش كده خالص. القلب هو شكله مخروطي، طبعا بيتكون من عضلات، بيتكون من حجرات، شرايين، صمامات، ولكن هو مش بالشكل ده. الشكل ده رمزي مش اكتر، يعني لونه احمر داكن عنابي، مش احمر فاتح. اسال بقى، مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ السبب في الحب هو العين. العين هي دايما هي رقم واحد، هي النافذه اللي بتدخل الصوره وبتحصل لها بروسيسنج وبتتقرا في المخ. المخ بقى يفرز بقى مواد ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين وسيروتونين وحاجات. تروح الحاجات دي فين؟ تروح للقلب. القلب يتفاعل، يعني العين بتلتقط الصورة. لذلك حتى ربنا يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال لك ايه؟ النظرة سهم مسموم من سهام ابليس. فلذلك هو بداية الايه؟ بداية القصة كلها في النظرة. وبعدين العقل هو عنده القرار ان ده حد انا احبه، يرسل بقى الايه؟ الحاجات للايه؟ للقلب. القلب بقى يدق ويفرح وبتاع يتفاعل، فالقلب هو بيتفاعل، لكن القرار بتاع الحب هو في العقل، في المخ. طيب، هل المشاعر الإنسانية أحيانا تمثل خطر على القلب؟ يعني مثلا الزعل، الحب، الغضب، الضحك الكتير، الحاجات دي ممكن تبقى سبب من أسباب الخطور أو تشكل خطر على القلب فعلا، ولا دي برضو خرافات وإشاعات؟ كل حاجة في الجسم الإنسان فيما يخص المشاعر بتترجم في القلب لحاجات بتمثل إنها تكون ضرباته مثلا سريعة، القلب يتوتر. يعني كل ده بيحصل. أي مشاعر بتيجي بتجد على الإنسان ليها مردود على القلب. لكن في حاجات مفيدة للقلب، يعني السعادة مفيدة للقلب، الحب مفيد للقلب، كل شيء في متوسطها مفيد للقلب. لكن إيه اللي مؤذي للقلب؟ هو الحزن الشديد، الاكتئاب الشديد، الضغط العصبي الشديد. بيعمل في القلب، بيكسر قلب الإنسان. عارف اللي بيقول لك يعني كسرت قلب فلان؟ وده حقيقة. يعني ده في الطب مرض اسمه تاكوستوبا، وده سندروم اسمه بروكن هارت سندروم، اللي هو متلازمة القلب المكسور. حاجة زي الجلطة كده، أعراض بتيجي زي جلطة القلب بالظبط، ولكن هو أصلا ما بيبقاش حقيقي. فالحزن الشديد، الاكتئاب الشديد، العصبية الشديدة، الضغط العصبي الشديد فعلا بيؤذي القلب. طيب، معظم الناس اللي زي حالاتي وفئة كبيرة جدا من المجتمع بتشتغل بالليل وبتسهر بالليل، فهل السهر برضو ممكن يبقى خطر على القلب ولا لا؟ عادي على حسب نظامك اليومي في النوم، فممكن ميبقاش خطر. بص، هو المفروض الإنسان ياخد قسط كافي من النوم لراحة القلب، ومش للقلب وبس، راحة البدن كله. لأن المعروف إن الإنسان أثناء النوم بيستعيد كل ما تم تدميره من خلاياه في جسم الإنسان. وده مهم جدا إن الإنسان ياخد قسط كافي من النوم على الأقل 6 ساعات. والأفضل طبعا إن هو يكون النوم أثناء الليل، لأن هرمونات الجسم كلها متماشية ومتناسقة مع الليل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولكن في ناس ظروفها بتضطر انها تسهر بالليل، طبعا ده بيبقى بيمثل خطوره بعضا ما على القلب. لكن اللي بيسهر كتير وبينامش نتيجه امراض، مثلا سوء في التنفس، مش عارف ينام، ده في خطوره كبيره جدا على القلب. يعني في ناس بيجي لهم ضيق في التنفس اثناء النوم وما يعرفش ينام خالص، ده حاله القلب بتسوء جدا. ولو ما عندوش امراض في القلب بيجي له امراض في القلب، ده اللي هو مش عارف ينام اصلا لا بالليل ولا بالنهار. سؤال ممكن يزعل الكثيرين بس معلش، القهوة بقى، عشاق القهوة بقى نعمل معاهم ايه؟ هل القهوة برضو بيقولوا بقى ان عشان فيها البن بيبقى تقيل وكده ممكن يخش ويسد الشرايين والكلام ده، ولا لا؟ لان في ابحاث جديدة كنت بقرأ عنها الفترة الاخيرة ان كوباية بن في اليوم كويسة وتفيد القلب، فهل هي مفيدة ولا مضرة؟ برضو محدش فاهم الايام دي. بالنسبة للقهوة، على فكرة الدراسات الحديثة كلها اثبتت ان القهوة مفيدة للقلب، مفيدة، ولكن القهوة المعتدلة مش القهوة الكتير.
يعني المتوسط للإنسان العادي من 2 ل 3 فنجان. والمهم السكر اللي فيها، يعني ما نزودش السكر اللي فيها، يعني السكر هو ده عامل الخطورة. مريض القلب ممكن نسمح له بفنجانين صغيرين، وده حاجة معتدلة وحاجة كويسة جدا. فكرة ان كون الانسان رياضي، هل ده يمنعه من انه تحصل له مشاكل وخطورة في القلب، ولا لا انا عشان بلعب رياضة ومنتظم فيها فانا ابقى محصن كده من اي امراض تخص القلب؟ بص، بالنسبة للرياضيين، طبعا الرياضيين يعتبر هم أكتر الناس احتمالا، وأكتر الناس تدريبا، وأكتر الناس مجهودا. والفكرة السائدة عندهم إن هم فعلا ما يجراش لهم حاجة لأن هم أصلا ناس رياضيين. بس ده كلام مش حقيقي في إطلاقه، لأن الرياضة العنيفة غير الرياضة العادية اللي هي البسيطة. لكن الرياضة العنيفة محتاجة تقييم قبل الدخول فيها، ولذلك حتى في كل الأكاديميات الرياضية دلوقتي والنوادي لازم بيشترطوا كشف قلب وأشعة قلب وتخطيط قلب، ولازم يتأكدوا إن هذا الإنسان ما عندوش مشكلة في القلب. لأن فعلا الرياضة العنيفة لو في أي استعداد وراثي أو جيني عنده في القلب إنه يجيله أمر، هيجيله. طب إيه بقى الرياضي اللي بيخليه يجيله أمراض في القلب زيادة عن الناس التانيين؟ أولا المشروبات الطاقة اللي هم بياخدوها، ده من ضمن الحاجات. الضغط العصبي اللي بيبقى واقع عليهم أثناء المنافسات، لو في مثلا كحوليات، لو في تدخين، لو في عامل وراثي، التاريخ الأسري في المرض. يعني الرياضي وليس بمنأى، واحنا بنشوف على فكرة رياضيين بيتوفوا أثناء ما بيلعبوا الكرة، وده بيحصل نتيجة مثلا أريزميا اللي هي الضربات الخاطئة في القلب أو الكهرباء المختلة في القلب، بتسبب وفاة يعني وفاة مفاجئة. فالرياضي ليس بمنع عن امراض القلب طبعا. لو انا انسان جسم متناسق، يعني انا شايفه متناسق او رفيع، ممكن نسميه نحيف، هل ده معناه ان انا برضو بعيد عن الاخطار اللي ممكن تقرب من مشاكل القلب، ولا لا النحافه دي ممكن تبقى حاجه مستخبيه احنا ما نعرفهاش؟ بالنسبه للنحافه، النحافه هي تعتبر مش طبيعيه. هو الطبيعي الوزن الطبيعي اللي هو اللي احنا بنحسبها معدل مؤشر كتله الجسم اللي هو البودي ماس اندكس، اللي هو المفروض ان هو من 18 ل 25، ده اللي احنا بنتكلم عليه الطبيعي. لكن اللي اقل من ال 18 ده في المية، اللي هو وزنه اقل من الطبيعي، ده هو اصلا مش طبيعي. ده ممكن يكون سوء تغذيه، انيميا، ممكن عنده مشكله في الغده الدرقيه، نشاط زياده. يعني هو المفروض اساسا يقيم نفسه لان هو كده مش طبيعي. لكن هو لو نحيف، هل ده معناه ان هو مش هيجيله امراض القلب؟ لا طبعا. وهو ممكن يكون نحيف وبيدخن، وممكن يكون نحيف وعنده سكر وعنده عوامل خطورة. بالعكس، ممكن يكون عنده أمراض وراثية، تاريخ أسري في العيلة، بياخد كحوليات، ما بياخدش الأدوية بتاعته، ضغطه مرتفع. فده مش بمنأى خالص عن مرض القلب. طيب أصحاب الأمراض المزمنة برضو ده سؤال مهم جدا، اللي عنده ضغط عالي والسكر سواء عالي أو واطي، الحاجات دي كلها هل دي ليها علاقة بالقلب، أو القلب ممكن يبقى دي مقدمات أو أعراض تخص مشاكل القلب وخطورة القلب، ولا لأ هي دي أمراض مزمنة ملهاش علاقة تماما؟ بالنسبة للأمراض المزمنة اللي هي بتتمثل في الضغط والسكر، ارتفاع الكوليسترول، اللي هو بنسميه حاجة اسمها الميتابوليك سندروم، اللي هو بيشملهم كلهم، اسمها الميتابوليك سندروم، متلازمة الأيض. دي بتتكون من حاجات مهمة جدا، اللي هو ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، ارتفاع الضغط، الوزن الزيادة اللي هو السمنة، السكر. دي حاجات صلتها بالقلب مباشرة، دي حاجات عوامل خطورة مباشرة للقلب. يعني مريض الضغط هو بالضرورة هيبقى مريض قلب لو ما اتعالجش. مريض السكر لو ما اتظبطش بالضرورة هيبقى مريض قلب. مريض الدهون والكوليسترول العالي هيبقى بالضرورة مريض قلب لو ما اتعالجش. وعلى الرغم من ان احنا ممكن نعالجه ونهتم بيه، برضه وارد ان يحصل له مشكلة في القلب. والناس دول من اخطر الفئات اللي احنا بننبه عليهم ان هم التردد على طبيب القلب اساسي حتى لو ما اشتكاش. يعني اساسي انه يروح لدكتور القلب يعمل تشيك اب حتى لو ما بيشتكيش من القلب، ولو مرة كل 6 شهور، مرة كل سنة، لو ما فيش اي شكوى تخص القلب. طب لو في بقى حاجة تخص القلب، يبقى اذا لازم متابعة دورية، لانه احنا بنعتبرهم دول امراض للقلب الى ان يثبت العكس. ولذلك المفروض الانسان يبحث عن الضغط قبل ما الضغط يبحث عنه. الضغط هيبحث عن الانسان، الواحد بقى يشوف الضغط فين، في مرض في القلب، مرض في الكلى، مرض في المخ، سكتة دماغية، جلطة. فالضغط من الامراض اللي ملهاش اعراض اصلا، نادرا ما بيجي بصداع ودوخة وزغللة، وده من ضمن الناس المحظوظين ان هم يشتكوا من القلب.
لكن معظم امراض الضغط اصلا هم مش مالهمش اعراض، فلذلك الضغط لازم يتقاس بشكل دوري، وبالذات الناس اللي عندها عوامل الخطوره اللي احنا اتفقنا عليهم. الضغط من الامراض اللي لازم تتعالج، ولازم تتعالج كويس جدا، بتاثر جدا على القلب وعضله القلب. هل في اعراض غريبه بالنسبه لنا كناس ما بتفهمش في الطب مثلا، العرض ده لو حصل اعرف ان في مشكله في القلب، بس العرض دوت ممكن بيحصل معايا كل يوم وانا مش واخد بالي؟ احنا فكرتنا عن الاعراض اللي تخص القلب اللي هو اللي ماسك صدره اللي بيجي في الافلام وبيجي له السكته القلبيه، مش حقيقي، مش كل ده. مرض القلب ممكن يجي باشكال غريبه جدا ما تخصش القلب خالص في اعتقاد الناس يعني. طبعا دي حاجه معروفه عند الاطباء، لكن في الجمهور مش هيبقى عارفينها. يعني واحد بيجي له وجع في رقبته، في فكه السفلي ده مثلا، في كتفه، وجع في معدته كأنه حموضه، وجع في ظهره، وجع في كتفه اليمين، احساس ان هو مش قادر ياخد نفسه شويه صغيرين ويمشوا، حاجات غير مبرره، يعني مثلا تعب، مجهود، مش قادر يبذل مجهود كويس، مثلا دقات كده غريبه ومش مش عارف، وشويه وتروح، يجي يمشي مثلا شويه ينهج بس يعني يكمل. في حاجه مشهوره بقى عند الشباب والناس اللي هم بيشتغلوا مهن معينه، مثلا بيتعرضوا لتيار بارد، زي مثلا السواقين، يفتح الشباك اللي جنبه اللي يخبط في صدره الشمال، يجي له زي وجع كده، يشاور عليه بصباعه، ده من ضمن العلامات انه يجي له وجع ويشاور عليه بصباعه، ده من ضمن الحاجات. وبعدين يجي له مع حركه، يقول لك اما الف يوجعني، اما جمدد يوجعني، وحته صغيره اجي اخد نفس عميق يوجعني. الحاجات دي غالبا هي ما بتبقاش تخص القلب، بس طبعا هي لو حاجه تكررت كتير او في عوامل خطوره زي اللي قلنا عليها زي السكر، الضغط، الكوليسترول، السمنه، دي بنطمن عليهم دكتور القلب. لكن هي عموما انا بطمن يعني الجمهور انها فعلا غالبا ما بتبقاش لها علاقه بالقلب، بلا علاقه بالتيار بارد او عدوى فيروسيه زي البرد وكده ممكن يجي بعده، بيبقى نتيجه التهاب في لان هنا مش قلبي بس، هنا عضلات، وهنا القفص الصدري، وهنا الرئه، والغشاء بتاع الرئه، والغشاء بتاع القلب. فدي حتى احنا حتى بنكشف عليها، حتى بنسمعها اسمها بلورا الرب او بريكارديا الرب، بتبقى زي طرقعه فعلا، يعني الواحد بيحس انها زي كده. ودي مش حاجه مخيفه ولا حاجه، ولكن اذا تكررت كتير او زادت او في عوامل خطوره، قلنا ان احنا نعمل ايه، برضو لازم نطمن عند دكتور القلب. طيب امتى الالم والوجع يبقى ليه علاقه بالقلب او بمشاكل القلب؟ زي ما احنا قلنا ان في حاجات خادعه ممكن تكون في القلب واحنا نستهتر بيها وما نروحش للدكتور القلب، وفي حاجات احنا ممكن الانسان العادي يأفورها ويفكر انها حاجه في القلب وهي ما تبقاش في القلب. الفيصل ايه بقى هنا في الموضوع؟ ان انا ازور دكتور القلب في اي تعب يخص الم في الصدر، نهجان، خفقان جديد اول مره يظهر، خفقان كان موجود وزاد، نهجان يجي من غير قبل ما كانش موجود قبل كده. طيب لو الحاجات دي أولا حموضة، ألم في الفك، وجع في الرقبة، وجع في الكتف الشمال، تعب غير كل اللي احنا قلناه قبل كده، يزيد عليه بقى لو في عوامل خطورة زي تدخين، كحوليات، واحد بياخد مشروبات طاقة لو هو شباب، وهو الرياضي نفسه لازم يتابع ان بيحصل له تضخم في القلب في ساعات. طيب الناس اللي هي امراض السكر، الضغط، الكوليسترول، السمنة، دي ناس احنا بنفكر في القلب على طول، لازم دي حاجات بنعتبرها تخص القلب. في بقى نقطة تانية اللي هي مش تروح للدكتور بقى تكشف في العيادة، لا، تطلب الإسعاف بقى فورا، تجيلك تاخدك تنقلك المستشفى فورا. الحاجات دي مهمة جدا، لازم الناس كلها تعرف. اللي هو زي ايه؟ يجي له ألم في الصدر، ألم شديد لا يحتمل ويستمر أكتر من 10 أو 15 دقيقة، ده منذر إن يبقى في جلطة أو ذبحة حادة، ده لازم هيروح المستشفى مش هيروح للطبيب. أو نهجان شديد جدا أو كتمة نفس شديدة جدا ما بتفكش، او ألم بيسمع في دراعه وفي الفك برضو ما بيروحش، او اغماء يحصل له اغماء وفقدان للوعي، او برودة شديدة جدا في الاطراف واحساسه بان هو ضربات قلبه سريعة جدا او بتتسارع جدا وما بتوقفش. طيب من الحاجات برضو اللي انا مش فاهمها فكره الجلطات القلبيه. هل فكره الجلطه بنسمع عنها كتير، وده فلان جاله جلطه دلوقتي واتنقل للمستشفى، يعني ايه اصلا جلطه؟ انا مش فاهم يعني ايه جلطه وتاثيرها ايه وبتحصل ازاي وبتحصل لمين. الحاجات دي برضو مهمه، اعتقد ان هي من اهم الاسباب والمشاكل اللي بتحصل للقلب. طبعا هو الميكانيزم او الفسيولوجي بتاع الجلطه اللي بيحصل وترتيبه طبعا كلام معقد علميا، احنا مش عاوزين برضو ندخل في التعقيد، لكن هو اجمالا هو بيحصل عنصر التهاب في الجسم.
الالتهاب ده سببه ايه؟ هو الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها: كوليسترول عالي، دهون عالية، سكر كتير، مريض سكر، مريض ضغط، مريض كوليسترول عالي ما بيتعالجش، سمنة زيادة، توتر، عصبية، مفيش مشي، أكل تكاوي مليان زيوت مهدرجة، مليان زيوت سيئة. كل ما هو في حياة الإنسان غلط بيتفسر في الجسم على هيئة التهابات. الالتهابات دي بتعمل مشاكل في جدران الشرايين والأوعية الدموية. وشرايين القلب دقيقة وصغيرة ورفيعة، مش واسعة وكبيرة، بتتأثر جدا بالالتهابات دي. يحصل نتيجة الالتهابات دي بقى تراكم للكوليسترول، وحبات الكوليسترول والدهون تروح مكان الالتهاب ده وتسد الشريان. شريان القلب اللي هو بيغذي عضلة القلب هو شريان صغير ودقيق، أما يتسد يحصل إيه؟ يحصل جلطة. الألم هنا بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة إن عضلة القلب بتشكي، الدم مش واصل لي، الحقوني، عاوزة القلب إيه؟ عاوزة الشريان يتفتح لها. وده من نعمة ربنا علينا إن يسبب نعمة الألم. لولا الألم ما كانش الإنسان اكتشف المرض. فالألم هو رقم واحد في الوصف، لكن الألم ده مش لازم يكون ألم، ممكن يكون نهجان بس. يعني مريض السكر مثلا أو الستات في معظم الأحيان ما بيحسوش بألم الجلطة أو الذبحة. يعني احنا ممكن نكشف على العيان او نعمل له مثلا ايكو او موجات صوتيه على القلب او لاخره، نكتشف انه عنده جلطه قديمه وما حسش بيها اساسا. السن الكبير، مريض السكر، معظم الستات، يبقى بيحصل الجلطه مش لازم الم، ممكن حاجه شبيهه بالالم، نهجان، بروده، خفقان، تعب مش مبرر زي ما احنا اتكلمنا. انا الاول لما يحصل لي كده اعمل ايه؟ اطلب الاسعاف فورا، اروح المستشفى، بيتعمل لي على طول تخطيط للقلب فورا، بيتعمل لي انزيمات للقلب، بيتعمل لي موجات صوتيه على القلب لو احتجت. وغالبا اغلب الاحيان لو دي جلطه مكتمله بتحتاج قسطره فوريه وتسليك او دعامات. ولو جلطه غير مكتمله ممكن يبقى بالتسهيل الجلطه او الى اخره. يعني في اساليب كتيره جدا لعلاج الجلطه. علاج الجلطه في وقتها، في الجولدن اورز بتاعتها اللي هو الوقت الذهبي بتاعها، اللي هو الساعتين بعد حدوث الجلطه، ده اهم شيء، لانه هو بيحمي الجلطه من فشل في عضله القلب بعد كده، اللي ممكن المريض يفضل يتعالج معاه مدى الحياه ويحصل له بعد كده اعاقه في حياته نتيجه الجلطه دي. فالتحدي الكبير ان احنا كشعب يبقى عندنا الوعي ان الجلطه لازم نروح بسرعه المستشفى، والمستشفى تتعامل مع المريض بسرعه وتلحقه وتنقذ الجلطه، لان ده هينقذ عضله القلب بعد كده. سؤال مهم جدا جدا جدا، واعتقد ان الحلقه معموله عشانه، ازاي احافظ على قلبي او ازاي اعتني بقلبي انه تحصل له اي مشاكل. احنا هنتكلم بصوره بسيطه عن موضوع الاعتناء بالقلب بشكل يومي، بشكل بسيط عشان حتى الناس تعرف تطبقه. اول حاجه، امشي 30 دقيقه كل يوم على قدر الامكان. خد قسط كافي من النوم، يفضل يكون بالليل 6 ساعات مثلا على الاقل. اكلك خليه اكل مفيد للقلب، اكل فيه خضار، فيه فاكهه، فيه سلطه، فيه زيت زيتون. دي الحاجات الاساسيه اللي مفيده للقلب. ابعد عن الدهون، ابعد عن الزيوت اللي كل ما هو مقلي في الزيت، الدهون المشبعه، الاكل التيكاوي اللي مليان ملح ومليان سكر والحاجات المسكره. اظبط سكرك لو عندك سكر، اظبط ضغطك لو عندك ضغط، عالج الكوليسترول بتاعك لو عندك كوليسترول، اظبط وزنك، خف الضغوط العصبية اللي عندك. حاول تمارس اي شيء يسعدك ولو جزء بسيط في اليوم، ولو حتى تذكر الله او تعمل اي شيء يخليك تحس انك مطمئن. ما تاخدش الحياة كلها بشكل سريع وضغط جامد وتوتر جامد، لان ده كده بيأثر على القلب فعلا. طيب، معظم الناس عارفه ان التدخين الطبيعي بتاع السجاير والتبغ والحاجات دي من زمان وهي فيها مشكله وحرام شرعا وكده. طيب التدخين بقى الالكتروني، اللي السجاره الالكترونيه والحاجات اللي بتطلع كل شويه ديت، والفيب والحاجات دي كلها، برضو خطر ولا لا؟ اصل ده زيت وبعدين احنا بننفخ والدنيا لذيذه، ما فيهوش خطر. طيب هو بالنسبه للتدخين احنا عاوزين نتكلم عليه كجمله الاول. اخطر حاجه، اخطر عاده احنا كشعب بنعملها او شعوب العالم عموما هي التدخين. اخطر عدو للقلب هو التدخين، ومش القلب بس، والشرايين كلها، حتى الشرايين الطرفيه، المخ، السكتات الدماغيه، مشاكل الصدر والرئه، هو التدخين. فالتدخين كله مؤذي للقلب. طب التدخين بقى الالكتروني والحاجات الجديده اللي الشباب بيعملوها مؤذيه زيها زي التدخين بالظبط، مفيش اي فرق بينهم.
هل التاريخ العائلي ليه علاقة بمشاكل القلب؟ يعني مثلا لو في حد من العيلة مرة أو مرتين جاله مشاكل في القلب أو جات له جلطات، هل ده معناه إن بقية العيلة ممكن يجي لها؟ زي مثلا يقولك إن في ده مرض السكر مرض وراثي، فمرض فلان ده مرض وراثي. هل مشاكل القلب برضو ليه علاقة بالوراثة؟ بالنسبة للتاريخ العائلي دي حاجة مهمة جدا في التقييم الخطورة بالنسبة للإنسان اللي هو بيشتكي من شكوى تخص القلب، ومهمة جدا لمريض القلب نفسه. هل مريض القلب ده سبق له من عيلته ناس عندها مشاكل في القلب، توقف في القلب، جات له جلطات في القلب؟ دي حاجة أساسية. اللي عنده تاريخ مرضي يبقى عرضة أكتر، في عامل وراثي طبعا، يعني أمراض القلب ليها ارتباط بالعوامل الوراثية، لها ارتباط بالتاريخ المرضي للعائلة، لازم يتفحص كويس. وأي حد عنده تاريخ مرضي لازم يهتم ويركز أكتر إن الأعراض دي ممكن تكون فعلا عنده مشاكل في القلب، يبقى لازم يروح حتى لو ما فيش شكوى حقيقية، يروح يعمل تشيك دوري عند الطبيب القلب. دي حاجة ضرورية جدا. ما بعد 60 إزاي أحافظ على قلبي؟ وإيه ممكن الحاجات اللي تزعلني وتزعل قلبي بعد سن 60؟ سن ما بعد 60 احنا بنقول ده بقى زيادة الخطورة. احنا دايما امراض القلب زمان كانت حتى مشهورة ان ده امراض الناس الكبيرة في السن. دلوقتي الحمد لله يعني على ما قدر الله، والحياة الصعبة اللي احنا بينا فيها والتوتر والحاجات اللي الشباب بقوا يعملوها والتكاوي والتدخين والسمنة وكده، اصبح القلب مرض الجميع من الشباب للشيوخ. مرض طبعا ما بعد 60 ده طبعا بيبقى زيادة للخطورة، لأن طبعا أمراض المزمنة بتبقى بقى لها فترة طويلة، ما بيتحركش، ما بياكل أكل برضه مش صحي، فطبعا دي بيبقى فيه زيادة في الخطورة. مريض ما بعد 60 محتاج اهتمام أكتر، زيارات للطبيب أكتر، استشارة أكتر، محتاج اهتمام في الأدوية وتركيز أكتر من غيره، محتاج اهتمام من اللي حواليه، إن هو ممكن ساعات يجيله أعراض مش مدرك أو مش مركز إنها تخص القلب، فلازم اللي حواليه هم اللي يبادروا دايما ويبقوا مراقبين أعراضه، إن هم يتوجهوا بيه للطبيب. طيب الجزء دوت هو يعتبر الجزء الاخير، وفي نفس الوقت جزء مهم جدا بنلخص بيه الحلقه، وفي نفس الوقت عايزين الاجابات تبقى او لا، عشان الناس تبقى عارفه ده صح ولا ده غلط. نقدر لو هنتكلم على اكبر المخاوف واكبر المخاطر اللي بتتكلم عن القلب، هل ده مخاوف ومخاطر، او ده لا ما يخوفش وده ما بيشكلش اي مشاكل على القلب؟ زي مثلا هل عشان انا سن صغير ده معناه ان انا كده امن من اي مشاكل واخطار وجلطات تخص القلب ولا لا؟ لا، مش مستحيل خالص، يجيله عادي جدا لو في عوامل خطورة اتجمعت زي السمنة، زي التدخين، زي الفيب، زي الكحوليات، الضغط العصبي، عادي جدا اي سن ممكن يجيله. مفيش ألم في صدري فكده يبقى أنا سليم؟ لا طبعا، احنا قلنا أمراض القلب ممكن تيجي في حاجات غير ألم الصدر. طيب أنا راجل رياضي وجسمي سليم وما بمرضش بالقلب؟ لا، الرياضي ممكن يجيله أمراض في القلب طبعا، ولازم يعمل تشيك، ولازم قبل ما يمارس الرياضة يعمل تقييم لحالة القلب كويس جدا. أنا راجل نحيف وما عنديش سمنة، فأكيد أنا راجل جسمي صحي. ده كلام مش سليم. النحيف أصلا هو محتاج يتفحص، وأنا نحيف ليه؟ ممكن يكون عنده أمراض في الغدد، عنده مشاكل في سوء التغذية، وهو برضه ليس بعيدا عن أمراض القلب نهائيا. الجلطة يعني ألم شديد في الصدر؟ هو فعلا الجلطة بتيجي بألم شديد في الصدر وما بيخفش نهائي وبيزيد عن 15 دقيقة، ولكن قد تيجي الجلطة بدون الوجع ده. احنا قلنا مثلا كتمة نفس، نهجان، عرق، هبوط، فقدان للوعي، فوارد يحصل من غير الألم ده خالص. القلب بيتعب من الدهون بس؟ لا، هو الدهون من الحاجات اللي بتأذي القلب، لكن القلب بيتعب من حاجات تانية كتير. قلنا التدخين، قلنا السمنة، قلنا السكر، قلنا الضغط العالي، قلنا حاجات كتيرة يعني، والنظام الغذائي اللي مش مظبوط. الجملة اللي أنا عاوز أقولها بقى خلاصة كل ما فات، يعني إن الوقاية خير من العلاج. قلبك صحتك، قلبك حياتك، اهتم بيه قبل ما يبقى تكاليف العلاج ورحلة العلاج وتعب العلاج أخطر بكتير من أنت تمنع المرض قبل حدوثه. نمنعه إزاي؟ زي ما اتفقنا، نشيل عوامل الخطورة، نعيش حياة صحية، نبتعد عن المؤذيات، نخلينا مع الحاجات اللي بتحب القلب والقلب بيحبها، ودايما نحافظ على وزننا، نبعد عن التدخين، ننام كويس، نشرب مية كويس، زي ما اتفقنا في كل النصائح اللي فاتت. القلب محتاج ان انت تهتم بيه عشان هو يهتم بيك. طيب دي كانت حلقتنا معاك دكتور سيد، اتشرفنا وتنورنا انك كنت موجود معانا النهارده وقابلت دعوتنا في نفسية محتاجة. حلقة مميزة كالعادة، وربنا ما يقطع علينا عادة انك دايما تبقى تشرفنا هنا في استوديو 24 في نفسية محتاجة. ان شاء الله نعمل حلقات كتير جايه الفترة الجاية. انا اسعد والله بيك يا استاذ احمد، وربنا يوفقك دايما. طيب دي كانت حلقتنا، ان شاء الله نشوفك في حلقة جاية. سلام.